السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله كده هنعمل مع بعض كفتة كده بمنتهى الجمال. هنعملها بقى بمكرونة ان شاء الله، مش بالرز زي ما شفتوا في أول الفيديو. طبعا زي ما انتم شايفين اللهم بارك، يعني بمنتهى الجمال. وهنعملها بإيه؟ بربع كيلو من البانيه. خلاص نسمي الله ونصلي على الرسول كده ونخش مع بعض كده على الطريقة على طول. طبعا هنا كنت بوريكم معايا اللهم بارك كده نص كيلو من المكرونة، اي نوع مكرونة عندك. انا سلقاها عشان ما اطولش عليكم الفيديو. وطبعا التوابل: توم باودر، بصل باودر، فلفل اسمر وكزبرة وملح وبهارات لحمة، ومعلقة صغيرة من الكمون. ودي المكرونة كنت سلقاها. وطبعا معايا حزمة كده مشكلة من الخضرة: شبت على بقدونس على كزبرة، وده قرن فلفل بقى مش قادرة اقول لكم، بيدي يعني ريحة حلوة وطعم بصراحة في الكفتة. وطبعا معانا بقى بصليتين والثوم، ومعايا ربع كيلو من البانيه انا مقطعاه حتت كده. ومعايا بصراحة بقى ايه، بيضتين كده هنحطهم برضو معانا في قلب ايه الكفتة. وكوباية واحدة اهي من الرز المطحون. طبعا هقول لكم كل حاجة يعني استخدمتها ليه في الكفتة، وما شاء الله هترمي معاكي ما شاء الله، يعني كمية محترمة جدا، اكتر من الرز بكتير بصراحة. فرمت اول حاجة زي ما شفتوا كده. كان معايا بصراحة كده يعني حوالي 300 جرام من البانيه. يعني ما حصلوش بصراحة حتى 300 حوالي 300 جرام بالظبط. طبعا لوس اللي معايا لحد هنا ما ينسوناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي. حطيتهم كده في الكبة زي ما شفتوا، ونزلت بالخضرة بتاعتنا اهو. وهحط القرن الفلفل الحار. طبعا حابة تحطيه بارد، اي فلفل عندك ممكن تضيفيه، ولو مفيش مشكلة. بس بصراحة هو بيدي ريحة ونكهة كده حلوة في الكفتة، بيخليها حلوة اوي. عملت معاكم الكفتة بالقوانص، وكانت ما شاء الله اللهم بارك، كانت في منتهى الجمال. هحط طبعا بيضتين هنا. طبعا البيضتين ايه فايدتهم وايه يعني ميزتهم وكده، هقول لكم. طبعا احنا عاملينها بمكرونة، فطبعا المكرونة بتبقى مسلوقة يعني بتبقى تقيلة شوية. البيض هينفش معانا الكفتة وهيخليها هشة وخفيفة جدا. انا حطيت بصراحة بيضتين للنص كيلو مكرونة و300 جرام من البانيه. وطبعا زي ما قلت الخضرة مشكلة. دي المكرونة اهي سلقنا سلق عادي خالص. ونزلت كده زي ما انتوا شفتوا كده بالبصل والثوم والبهارات بتاعتنا. اي توابل بقى بتحبيها ضيفيها. وحطيت بيضة، وحطيت ايه شوية من المكرونة. طبعا انا عندي الكبة مش هتاخد كل الكمية اللهم بارك، فهقسمها على مرتين. قسمت كده، فرمت في الاول زي ما شفتوا، خدت شوية من المفروم هفرمه مع بقية ايه المكرونة. وفرمنا دي اهي، بصوا طالعة اللهم بارك اهي، يعني مش محتاجة اي حاجة. عايزة اقول لكم اللهم بارك بترمي كمية كبيرة جدا وجميلة، وريحتها بمنتهى الجمال. جربوها بأمانة، يعني ان شاء الله هتعجبكم جدا. طريقتها حلوة وسهلة قوي، اسهل من طريقة الكفتة بالرز بكتير. انا ما كنتش هحط الصراحة رز، بس هو كان عندي. كان بصراحة عندي كنت طحناه وكان متوفر عندي، فحطيت كوباية واحدة من الرز. زي ما شفتوا كده اهو. احط بقية المكرونة، هنحطها وهنحط بقية ايه. دي الحاجات اللي احنا نقصناها، اللي احنا انتوا شفتوها، اللي هي من البانيه والبصل والثوم والبهارات والفلفل والحاجات دي. وكسرت البيضة التانية اهو. طبعا ما تقوليش بقى يبقى فيه ريحة ولا لا، ولا ريحة ولا اي حاجة، احنا كده كده بنحط فلفل اسمر. خلاص. وحطيت بقى معلقة كبيرة من بيكنج باودر. بيكنج باودر هيخليها هشة وخفيفة معاكي ومش مكتومة. وهوريها لكم كده في الفيديو، يعني لما تشوفوها معايا. انا ان شاء الله هتجربوها وان شاء الله تعتمدوا عليها يعني هتحبوها جدا. زي ما شفتوا كده فرمتها كلها. هلتها بقى ببعضها كلها كده عشان ايه تبقى ايه يعني كلها ايه يعني منسجمه ببعضها كده وتبقى كلها زي بعضها. طبعا لقيت هنا حته من البصلايه كده ما اتفرمتش، زي ما قلت لكم ما شاء الله اللهم بارك. جت على مرتين، وما شاء الله المرتين الكبه كانت مليانه على اخرها. دي كوباية الرز المطحون كانت عندي بصراحة. حطيتها كده هتعمل ربط للكفتة وهتخليها متماسكة، مش هتبقى طرية قوي، وهتبقى جميلة اهو بالشكل ده. حطيتها كده وهديها كمان بقى وش في الكبة. لو ما عندكيش الكبة ممكن تستخدمي المطحنة الصغيرة بتاعة الخلاط، تفرمي عليها شوية بشوية وهتطلع معاكي برضو بمنتهى الجمال. اهو زي ما شفتوا كده بعد ما قلبتها خدتها كمان وش. هنا كنت خلصت. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، الربع كيلو بانيه عمل معايا كمية قد ايه من الكفتة. مش قادرة اقول لكم حوالي يعني. والله انا كان نفسي اوزنها لكم بأمانة الله، يعني ما شاء الله وريحتها وطعمها في منتهى الجمال.
خلصت كده هحطها بس ترتاح شويه في قلب التلاجة، قيمة بس حوالي كده ربع ساعه نص ساعه، وهنشتغل فيها على طول وهنشكلها. حابه ان انتي تحطيها بالشكل ده في الفريزر وتفرزيها لرمضان مفيش مشكله. حابه ان انتي تصبعيها زي كده برضو مفيش، مش انا هصبعها بصراحه. طبعا قعدت حوالي نص ساعه كده في التلاجة على ما تمسكت شويه، ورحت بقى ايه جايه زي ما شفتوا كده، حطيت بقى شويه زيت وجبت الصينيه واصبع بقى التصبيعه اللي احنا بنحبها، حبه تصبعها كبيره صغيره دي حاجه ترجع ايه ليكي، تعمليها كور تعمليها مدورة طويلة، يعني اللي انتي بتحبيه اعمليه بقى. طبعا ظبطنا ملحنا زي ما قلنا، بنحط الملح بتاعنا مظبوط، وعايزه اقول لكم يعني كانت في منتهى وريحتها جميله جدا، مختلفه تماما عن كفته الرز خالص، يعني جربوها وما شاء الله يعني بصراحه بترمي كميه. خلصت كده بصوا ما شاء الله من نص كيلو مكرونة وشوية حاجات عندنا وشوية وربع كيلو من البانيه، عملنا كمية حلوة جدا يعني ما شاء الله في رمضان. كل سنة وانتم طيبين، ويعود عليكم بالخير أجمعين يا رب العالمين، ويا رب يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين يا رب العالمين بالخير يا رب. واخواتي من جوه مصر وبره مصر والله بحبكم في الله جدا جدا، وكل سنة وانتم طيبين، وهنفضل نقولها كده مع بعض على طول لحد آخر يوم في عمرنا. ربنا يدينا ويديكم طول العمر يا رب. عايزه اقول لكم بقى ما شاء الله بصوا، هنا بقى هجيب بقى العلب وهعبيها بقى بصراحه، بس بصراحه هصبع برضو شويه، هنحمر شويه مع بعض كده في قلب الطاسه عشان اوريها لكم برضو، عشان انتوا عارفين انا والله ما بعمل فيديو خلاص، انا ما بعملش الحاجه الا اذا كنت انا مقتنعه بيها وحبيتها وعيالي كمان حبوها وقالوا لي حلوه، فبروح عاملاها فيديو بصراحه ومنزلها. حاجه مش اللي هي ما برضاش والله اعملها، يعني اللهم بارك كانت في منتهى الجمال، يعني ريحة وطعم وكل حاجة فيها والله في منتهى الجمال. الله أكبر الله أعظم حسيتي بالله وجلاله. أكبر الله أعظم. طبعا بالشكل ده اهو حمرها، الله أكبر ما شاء الله، أول ما بسم الله ما شاء الله يعني أول ما بتشم النار بقى تقلبي فيها على طول بقى، بصي لونها بيبقى ذهبي وجميلة جدا جدا، يعني بسم الله ما شاء الله، يعني مش قادرة أقول لكم ريحة وطعم فعلا يعني بألف هنا وشفا اللي كل بتمنى والله ان انتوا تجربوها بالفعل، يعني ان شاء الله والله تعجبكم جدا. طبعا رمضان جاي والدنيا غلا، واحنا بنحاول على قد ما نقدر نعمل حاجات اقتصادية، حاجات سهلة، حاجات ما تكلفناش كتير، وحاجات عيالنا بيبقوا بصراحة بيحبوها ونفسهم فيها، يعني ممكن نعملها بأقل حاجة. ممكن ما تضيفيش على فكرة مكرونة وتقللي شويه من البصل والحاجات دي، بس انا الصراحه حبيت ان انا احط لها كوبايه الرز لانها كانت عندي، بس والله يعني ما شاء الله هي زودت الكميه معايا وما شاء الله يعني في منتهى الجمال. بصوا لونها عامل ازاي ما شاء الله، بقلاوه دي يعني مش بقلاوه مش كفته خالص دي. طبعا خلصت كده زي ما شفتوا اهو، حمرتها وخلصتها وهوريها لكم برده لسه كمان، لسه خليكم معانا كده لاخر الفيديو، ما تزمقوش مننا ولا تتضايقوا مننا. بحبكم والله جدا جدا والله، وبحبكم في الله أوي والله. جبت الطبق الفل زي ما قلت لكم، الاطباق دي جميله قوي للتفريزات وحلوه قوي والله يا بنات، يعني جيبوها وفرزوا فيها، مش بتاخد مكان في الفريزر وبتبقى حلوه قوي بصراحه. حطيت كيس كده من بتاع المطبخ في قلب الطبق الفل كده، ورصيت رصه، وهروح حاطه الكيس تاني كده تاني عليه، وهرص تاني كمان يعني ما شاء الله، يعني هنرص كمان طبقه تاني فوقيه. طبعا ما شاء الله اللهم بارك يعني. الطبق طبعا على حسب بقى اسرتك زي ما قلنا، على حسب الكميه، على حسب عدد الافراد هتحطي قد ايه، هتعملي الطبق كله، هتعملي نصه، هتعملي طبقين، يعني ما شاء الله كل واحد على حسب ايه اسرته. طبعا كنت عامله هنا صلصه، وكلنا عارفين صلصه الكفته وعارفين بتتعمل ازاي، وعملتها معاكم مرتين مش مره واحده، والله ما رضيت اطول برضه عليكم الفيديو معلش ما تملوش مننا وتزعلوا مننا. فرحت بقى عامله شويه صلصه كده، ورحت نازله بقى بشويه الكفته اللي حمرناها. طبعا كنت بوريكم شويه الصباع وانا قسمته قدامكم، هشه خفيفه جدا، شفتوها انتوا طبعا اول ما وريتها لكم كده، والله كانت في منتهى الجمال، هشه جدا خفيفه جدا، طعمها حلو قوي. لو انت مش حابه كمان تاكليها بالصلصه ممكن تاكليها، بس عايزه اقول لك على حاجه، هي في الصلصه كده مفيش ما تاخدش الا قلبتين اتنين وتطفي عليها، يعني انا اول ما خدت قلبه والتانيه والله طفيت عليها على طول، بس انا حبيت ان انا اوريها لكم ان هي لا فكت ولا سابت ولا اي حاجه. يمكن لو احنا عاملينها بلحمه وكفته وحاجات دي ساعات بتسيب مننا وبتفشر كده وبتبقى شكلها غريب بصراحه. طبعا ما شاء الله شفتوا انتوا، انا اوريكم برضو دلوقتي اهو تاني بمنتهى الجمال، وبصوا اللي في الصلصه عامله ازاي، ولا فكت ولا سابت، والصباع بصباعه،
ولونها جميل جدا وما شاء الله وريحتها وطعمها حكاية. ما تقوليش بقى معمولة بمكرونة هتبقى تقيلة ولا كده، لا والله ابدا. طبعا فرست الثلاث اطباق دول بقى هنعينهم لرمضان في جنب اي اكل، جنب شوية بطاطس، جنب اي حاجة. وكل سنة وانتم طيبين وتعود عليكم الايام بالخير يا رب. يا رب يكون الفيديو عجبكم. واللي اول مرة يشوف قناة انا وبناتي ينزل كده على طول يشترك عشان عيلتنا تكبر بيكم. واي حد عايز اي حاجة يكتب لنا في التعليقات. ان شاء الله احنا مكملين مع بعض. وما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس. بحبكم.